هي دي بقى القوالب اللي هتخلي بشرتك في حتة تانية خالص، هتغير بشرتك بزاوية 180 درجة. بدل ما بتغسلي وشك بشكل عادي، هنغير النهاردة الطريقة وهنخليها شكل مش عادي. هنغسل وشنا بقالب التلج. والله زي ما بقولك كده، وحاجة كده ببلاش وزي القمر ومن بيتك. اكتبي تم كده في التعليقات عشان يوصلك كل جديد عندنا في الوصفات الطبيعية والحصرية مع ميسو. ويلا بينا نبدأ كده، بس الأول صلي على النبي. اول حاجة هنحتاجها هي الصابون الكريمي المبشور. هتختاري كده شوية، يعني مثلا معلقتين 3 على حسب عدد القوالب اللي انتي عايزة تعمليها، وعلى حسب الكمية كمان. ويا سلام بقى لو عملتي على قد صحابك كمان واهلك ووزعتي عليهم حبايب بقى. وهنضيف على الصابون معلقة من الكركديه، وشكله زي ما وريتهولكم كده. دي زهرة الكركديه اللي بتتباع عند العطار. بنطحنها كويس جدا في المطحنة، طحنيها في البيت عادي جدا بودر. وعندك اختيار من اتنين، يا اما صفيها، جيبي فلتريها يعني، هاتي صفاية كده وحطي البودر ده في صفاية عشان تاخدي بس البودر الناعم، او تحطيها زي ما هي زي ما انا عملت كده. انا حبيت ان الصابونة تكون سكراب وصابونة في نفس الوقت، علشان كده انا سبت الكركدي زي ما هو ما فلترتلهوش. بس انا عن نفسي هتحكم كويس جدا في الدرجة اللي انا بضغط بيها على بشرتي. بعدين هنضيف مية ورد، وكمان هنضيف رز مطحون. ده بقى بمثابة السكراب الصح لبشرتك، وده بتشوفيه بقى من اول استخدام انتي غسلتي فيه بشرتك. قلبي بقى. اهم حاجة هنا طبعا هندوبها على البارد، مفيش حاجة اسمها تحطيها على نار بقى والكلام ده. طبعا احنا هنا لازم ندوب كويس، لان مفيش نار بيدوب عليه الصابون. هنا بتدوبيه بالتقليب بالشكل ده، وبتنزلي بمية الورد دي، بتعمل ريفرش كده للبشرة ونضارة ما حصلتش. وطبعا هنضيفها بشكل تدريجي زي ما هتشوف. الخطوة المهمة اللي بعد كده، بس قبل ما نقولها انا بس عايزه الاول اوريكم القوام اللي المفروض توصلي له. شايفين القوام ده تقيل، عشان كده انا حبيت اخففه تاني بميه ورد، او انزلي عليه بماء مقطر مش هتفرق. قلبي. عايزه بس اوصل معاكي للقوام عشان تشوفي الدرجه الصح اللي المفروض تنزليها في القوالب، ودي الخطوه اللي انا بقولك عليها. بس بصوا الاول القوام بتاعه وصل لغايه فين، واللون الوردي التحفه. انتي المره دي بتغسلي وشك وتمرري مكعب النضاره والنظافه والجمال ده على بشرتك، انتي هتحبيه، هتنسي خالص موضوع الغسول ده بعد كده. جبنا بقى القوالب وهنبدا ننزل بالكميه بتاعتنا على قالب على حسب بقى انتي عامله قد ايه. على فكرة ممكن تعملي 2 3 4 10، وبيقعد فترة طويلة جدا جدا في الفريزر وما بيبص منك خالص. استخدميه ورجعيه تاني. يلا كده جربيه، ومستنية رأيكم. وطبعا لو انتي عايزة بقى الجزء التاني اللي هو سيرم النضارة بعد المكعبات دي، اكتبيلي وصفات في التعليق. بقى نسمع الكلام كده ونحط اللايك الرايق والشير كمان وتم، علشان كل الوصفات الجديدة وبالحصرية تكون عندكم أول بأول. هنضيف بقى كده معلقتين من القهوة، اي نوع، الفاتحة الغامقة اللي عندك ضيفيه، بس تكون مطحونة زي ما انتي شايفة كده. طبعا السكر هنا بيلعب دور مهم جدا، ان هو هيشيلك بقى كل الجلد وكل الزوائد، الجلد الميت طبعا اللي القدم مش عايزاه، وده اللي بيسبب الاسمرار والغمقان اللي موجود فيها. ده غير كمان ان هو بيديكي ملمس ناعم لما تسكربي كويس جدا بالسكر، وخصوصا مع القهوة، غير التفتيح اللي هتشوفيه. مهم ان احنا نقلب كويس. هنا تقليب، مرحلة التقليب دي لازم مهمة عشان السكراب كله يندمج مع بعضه ويبقى كله زي بعضه، ميبقاش قطعة وقطعة. فاهمين قصدي؟ طبعا. هضيف هنا معلقة العسل التحفة الجميلة، بس لازم تكون معلقة كويسة كده، علشان انا برضو هقلب. اهم حاجة في الماسك ده التقليب، هقلب كويس. العسل لازم يغلف كل جزء من السكر وكل جزء من القهوة، فمحتاجة تقلبي دقيقتين 3 كده من غير ما تزهقي. اذكري الله طول ما انتي بتقلبي، وان شاء الله الموضوع هيخلص بسرعة. حبي بقى الماسكات الطبيعية عشان وانتي بتعمليها بحب. بصوا لازم كده العسل يبقى داخل مع كل القهوة والسكر، يعني ناخد شوية وقت. لما العسل بيغلف كل حباية قهوة انتي بتحسيها، بس مش لازم نكتر العسل. يعني السكراب ده فعلا بيشيل كمية من الجلد الميت مش طبيعية، وبيفتح طبعا عشان القهوة. الجلد الميت هو السكر مسؤول عنها، عشان كده انا حطيت حوالي 3 معالق. بصي يعني يعني حاسة كده ان
يعني جزء من القهوة مغطيها العسل. هقلب بس كويس، تغطي كده بالمعلقة بظهر المعلقة بالشكل ده كده، هتلاقي الدنيا ظبطت معاكي اكتر. كل ما بتقلبي دي كده بتخدمي الماسك بتاعك. طيب فاضل مكون واحد انا دلوقتي هضيفه معاكم حالا، وهقولك المكون ده بيعمل ايه. المكون ده هو زيت جوز الهند. هنحط منه معلقة كده عشان نقدر بقى ايه ندمج المكونات. وبرده نفس الكلام، ادمجي الزيت كويس، بس مش انك انت تكتري هو الحل. انا عملت كميه قليله، اعملي الكميه اللي تريحك اللي تكفيكي. بصي هي كانت يعني الزيت ما كانش كتير، بس ادانا القوام اللي احنا عايزينه. مش قوام السكراب ده. طبعا لو عملتي كميه اكبر هيبان كانك بالظبط جاهز. عامله كميه قليله، اعملي بيه كعب القدم، اعملي بيه ايدك، اعملي بيه شفايفك، حلو جدا. اعملي بيه القدم كلها لو عندك فيه تصبغات. الركب بقى والاكواع اهتمي بيهم بالخلطه دي، خطيره. تمام. وبعدها بقى جيبي الكريم من الصيدليه، لو عايزه اسمه اكتبيلي في التعليقات تم عشان اقولك ايه اللي تمشي عليه. كريم خطير كده من الصيدليه، عشان بس ما يبقاش دعايه هكتبهولك في الكومنتات، بحيث انك انت تستخدميه كل يوم والبسي شراب، بجد هتلاقي نتيجة وهمية. ويلا بينا بقى على الوصفة الثالثة، ودي بقى هدية مني ليكم عشان لايك رايق وشير. ويلا بينا. لون الصبغة كأنك جايباها بفلوس كتير، ولكن انتي عاملاها في البيت بمكونات بسيطة وسهلة زي اللي هتشوفيها معايا دلوقتي. هنحتاج معلقتين كبار من زهرة الكركديه، ودي موجودة عند العطار. انا جايباها مجروشة شوية او مطحونة شوية، مش جايباها الزهرة تبقى كاملة، يعني تبقى اسهل انها تنزلي لون بسرعة. وكمان هحتاج معلقة كبيرة من القرنفل. ايوه القرنفل هنا كمان مش بس هيديني لون، كمان هيفيد الشعر في تنشيط الدورة الدموية، في نعومة الشعر، في كثافته، في وقف التساقط، الكلام ده كله. انا هنا حطيتهم في ميه، وبعدين رفعتهم على النار لمده 10 دقايق لربع ساعه وغطيتهم. سيبيها منقوعه بقى، ما تعمليش زي كده، سيبيها منقوعه لغايه ما الميه تبرد تماما. ركزي في الخطوات وامشي معايا خطوه بخطوه. ودلوقتي بقى بدات اصفي، شلت زهره الكركديه والقرنفل من الميه وصفيتهم شاش بقى او صفايه اي حاجه. وبعدين هنضيف لما تبرد الميه معاكي خالص، هتضيفي معلقة كبيرة من النشا او حسب الكمية اللي انتي عاملاها، حسب طول طبعا وكثافة شعرك. هنا انا بضيف بودرة دم الغزال او بودرة العكر الفاسي، بتدي لون رائع وبيثبت جدا على فكرة. جربوه بقى في الوصفة دي، وجربوه في وصفات الشعر بتاعت الصبغات كلها لو انتي عايزة فعلا اللون ده. حقيقي هنا الاضاءة معرفش حصل لها ايه، بس فعلا مش مبينة جمال اللون افتح من كده بكتير جدا، زي لون الفيديو في اول ما شفت الشعر في اول الفيديو بالظبط. بس فعلا اللون رائع، يعني لو حطيتي جزء كده على ايدك هتلاقي اللون معاكي ثابت في لحظة، مفيش اي حاجة ولا حنة ولا اي حاجة خالص. علشان كمان نستفيد بالترطيب، انا ضفت هنا معلقة كبيرة من العسل الابيض، ولو شعرك طويل وكثيف حطي من معلقتين ل3، وقلبي كده العسل كويس. وطبعا عشان دي صبغة طبيعية فوارد جدا ان اللون ما يثبتش معانا بسرعة، فعشان كده انا هضيف مثبت طبيعي وهو خل التفاح او الخل الابيض، وده كمان بيطهر الفروة معاكي. اغسلي بقى شعرك غسلة كويسة جدا، مش عايزة فيه اي دهون او اي زيوت او اي رواسب في الفروة نهائي. وهتقسمي الشعر ل4، هتاخدي من الجذور للاطراف، وهتفردي الصبغة زي ما شفتي في بداية الفيديو. شايفين قوامها ولونها؟ قوام متماسك، ولا هو ماسك قوي ولا هو سايل قوي، عشان يثبت معاكي على الشعر. وهتفردي زي ما قلتلك على خصلة من شعرك، وهتسيبيه على قد ما تقدري، ممكن ساعتين 3 4. عايزة تنامي بيه برضو مفيش مشكلة، لانه مفيد جدا كمان لشعرك. مش هتحتاجي تعملي اي حاجة غير انك انت تشطفيه شطفة بسيطة، وتدعيلي دعوة حلوة، ومستنية كل كومنتاتكم اللذيذة.